السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنعمل البيتزا بأسهل وأبسط طريقة وأحلى 1000 مرة من اللي بنشتريها جاهزة. أسعار البيتزا من بره دلوقتي بقت غالية جدا، ملهاش أي داعي انك انت تشتريها. هنعملها بطريقة بسيطة قوي والنتيجة هتبهرك. تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الطريقة على طول، وهسيب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. أول حاجة جبت 3 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات عادي. الكمية دي عملت لي واحدة كبيرة وواحدة متوسطة وواحدة صغيرة. حطيت عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الخميرة، ومعلقة كبيرة مليانة من السكر العادي. كمان حطيت عليهم معلقة كبيرة من الخل، وربع كوباية من الزيت. بس كده دي تعتبر كل المكونات الأساسية. هقلبهم بقى كده كويس مع بعض، وهعجن بالمية لحد ما العجينة تلم معايا. طبعا بستخدم مية دافية. ودي كده العجينة بتاعت البيتزا. شفتوا بقى اسهل وابسط من كده؟ محطناش بقى اي مكونات تانية مكلفة، محطناش بقى ولا زبادي ولا لبن ولا لبن بودر ولا اي حاجة خالص. هفضل كده ازود المية شوية بشوية لحد ما العجينة تتكون معايا. العجينة كده مش محتاجة مية تانية، بقت مظبوطة. هنزلها بقى دلوقتي على المفرش وهعجن فيها لحد ما تنعم في ايدي، يعني 6-7 دقايق، لحد ما تلاقي العجينة كده السطح بتاعها ناعم مفيهاش اي شقوق زي ما هتشوفوها معايا في الاخر. شايفين العجينة طرية بتلزق كده، حاجة بسيطة قوي. مع الاستمرار في العجن التلزيقة دي هتروح، ما تزودلهاش دقيق ولا اي حاجة، كده هتطلع معاكي هشة ومش هتنشف. هجيب البولة تاني اللي عجنت فيها، حطيت فيها كده رشة دقيق من فوق ومن تحت، وحطيت فيها العجينة وهغطيها وهسيبها لحد ما حجمها يتضاعف. على بال ما تخمر هبدأ ان انا اجهز الصلصة بتاعة البيتزا. هنا عندي معلقتين كبار صلصة، سواء بقى صلصة جاهزة او صلصة طماطم انتي مسبكاها في البيت مش هتفرق. حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وربع معلقة من الملح. وكده عملنا اسهل واسرع صلصة بيتزا. هبدأ بقى كمان اجهز بقية الحاجات اللي هستخدمها في الحشو. هنا قطعت فلفل اخضر حلقات كده بالشكل ده، وكمان كان عندي زيتون كده حلقات. ودي الجبنة الموتزاريلا، انا بستخدم جبنة حاليا اسمها ميلكي، هي معمولة بلبن طبيعي ما فيهاش اي زيوت مهدرجة. افضل جبنة موتزاريلا ممكن تستخدميها هي الجبنة اللي معمولة بلبن طبيعي. كان عندي كمان شوية من البسطرمة، وحمرت كده شوية من الصدق. يعني انا شفت ايه المتاح عندي في التلاجة علشان استخدمه. جبت صواني البيتزا، حطيت في كل واحدة كده معلقة صغيرة من الزيت، ودهنتها كويس قوي علشان البيتزا ما تلزقش. هنا كانت العجينة خلاص اختمرت، وهنبدأ نشكل البيتزا. اول واحدة هعملها هي الكبيرة، فخدت كده قطعة كبيرة شوية من العجينة، حطيت كده دقيق فوق وتحت، وهفردها بالسمك اللي انتي حباه. يعني حباها بقى، في ناس بتحب البيتزا رفيعة تخينة متوسطة، زي ما انتي حبة. بعد ما فردتها هنقلها بقى على الصينية، واظبط كده شكلها على مقاس الصينية بالظبط. وبعمل لها من الجناب كده زي حواف، يعني علشان شكلها يبقى زي اللي بنجيبها من بره. وبعدين بخرم العجينة بالشوكة علشان ما تعلاش في الفرن. وبعمل الاتنين التانيين برضو بنفس الطريقة، باخد قطعة من العجينة متوسطة علشان اعمل البيتزا المتوسطة، وبعملها بنفس الطريقة. وبرضو باخد اخر قطعة من العجينة صغيرة علشان اصغر واحدة.
هنا بقى وزعت عليهم الصلصة اللي انا عملتها معاكم. دهنت التلاتة كده طبقة كويسة من الصلصة، وهبدأ بقى ان انا احط الحشوة. انا هعمل اول واحدة بالبسطرمة، خدت كده قطعة من البسطرمة ووزعتها. بحط الحشوة الاساسية الاول اول حاجة، وبعدين حطيت الفلفل والزيتون، واخر حاجة خالص هحط الجبنة الموتزاريلا، علشان الجبنة تديكي شكل حلو ومطة حلوة زي البيتزا اللي بتيجي من بره. لازم تحطي نوع جبنة كويس وتحطي كمية حلوة. اخر حاجة كده حطيت شرايح فلفل على الوش فوق الجبنة، وشرايح زيتون علشان تدي شكل حلو. ودي كده اول واحدة. هعمل الاتنين التانيين بنفس الطريقة بالظبط، مع اختلاف بقى ان انا هعمل دي بالصدق اللي هي تاني واحدة، او بالسجق على حسب ما بتقولوا عليه. واخر واحدة خالص هعملها باللانشون. وبالنسبة بقى للتسوية، بدخلها فرن سخن من قبل كده على اعلى درجة حرارة عندك على الرف الاوسط، لحد ما تستوي وتاخد لون حلو كده من تحت. ما بتاخدش وقت خالص، تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير. وده كده بيكون شكلها بعد ما بتخرج. ايه رأيكم بقى؟ طريقتها بسيطة خالص وسهلة، والعجينة كلها مكوناتها موجودة في البيت. 3 كوبايات دقيق عملنا 3 بيتزات تحفة. والحشو بقى نوعي فيه وحطي المتاح عندك، ممكن تحطي جبن بس مع شرايح من الطماطم والفلفل والزيتون، وهتبقى حلوة جدا. كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، واستناكم في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.